يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أخوكم يوسف الكردي أبو آدم من أمريكا. بلشت أدرب الأسبوع اللي فات، كنت مشغول. هسه أنا ضايل لي أسبوع إن شاء الله بإذن الله تعالى، أسبوع أو 9 أيام، 4/5 حيتبلش أول سباق. وبعدني ما مدرب غيري، اللوفتات كلهم مدربين واصلين تقريبا 30 إلى 35 مايل، يعني 48 كيلومتر إلى 56 كيلومتر، 3 مرات مطيرين. أنا أول مرة أطير 16 كيلومتر، هم مطيرين هنا مرتين قبلي بأسبوعين، بس أنا آخر واحد. شو أسوي؟ ما كان عندي وقت ومشغول شغل، كان الدنيا مطر وجانا العيد، فما كان عندي شغل. هم وقت العيد مالتنا هم دربوا أصلا مرتين 3 مرات نفس هاي المكانات. ثاني لا، شو اسوي؟ راح ادرب مرة والله يعيننا، التوفيق من رب العالمين. طبعا اول سباق ما اعتقد اهتم فيها، اول سباق وثاني سباق. اذا جاهزين الطيور جاهزين، ما جاهزين ما جاهزين، بس ما اعتقد انه جاهزين اصلا. هاي اول فكه لهن هنا، هذول هناك 17 نثيه راح اطيرهن هسه واتركهن 15 دقيقة وبعدين اترك الفريق بإذن الله تعالى. إن شاء الله باكر إذا الجو حلو راح أرجع أنزل فيديوهات مثل أول، لأنه خلص راح أدرب. كل ما أدرب أنزل لكم فيديو. طبعا هذول الكبار، عندي تقريبا 4 طيور أو 3 طيور أناثي عمرهن 2 سنين، والبقية كلن عمرهن 1 سنة. والفحلة عندي يمكن فحل واحد أو لا والله فحلين أو 3 كبار. هي أنا عمره 2 سنين ما عندي هواي، عندي تقريبا 5 طيور أو 6. الله يوفقنا ويوفقكم في المستوى العام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول فكة إلهن 16 كيلومتر. طبعا الهواء يا شو مرة هناك الهواء قوي صدق قوي. ما أدري إذا صوت الفيديو واضح ولا لا، في ازازتين. طبعا راح استنى 15 دقيقة وبعدين اترك الفحلة، بس ما راح اصور. يمكن انا اترك الفحلة والحق، لان عازلهن اني الحمد لله ظل الماشيات يعرفون اصلا اني ندلل. يلا اخوان، تقبلوا تحياتي وياكم اخوكم يوسف الكردي ابو ادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.